السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم بتاريخ 25/9/2025. حلقة اليوم إن شاء الله هنتكلم عن ملامح شخصية الإمام المهدي، وهنتكلم ليه الناس بتشعر إن هما الإمام المهدي. طبعا الموضوع دوت ما يخصش شخص واحد ولا يخص بعض الناس، يعني بعض الناس شايفين نفسهم الإمام المهدي. الإمام المهدي ده رجل عادي من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يصلحه الله في ليلة. الناس هترميه بالتهم رغم إنه نعمة النعم. طبعا نعمة النعم ديت اتكلم فيها الشيخ محي الدين ابن عربي، ودي نبوءة للشيخ محي الدين ابن عربي. هو أقنى الأنف أي عزيز النفس، كريم، علمناه من لدنا علما، فهو صاحب علم لدني، قوي أمين، ذو دهاء، ذو ذكاء حاد، مقاتل شرس، مسالم وديع، فهو رجل المتناقضات، يحيط به المكر السيء ويرى الله أشد مكرا، أكثر رجل تعرض للابتلاءات من الله، أذاقه الله الغنى والفقر، أذاقه مرارة الظلم والخيانة والغيبة والبهتان. والخيانة ديت أهله خانوه، والغيبة والبهتان والتشهير ورميه بما ليس فيه. أشد خصومه قسوة إخواته، أرادوا هلاكه وتدميره. جسمه متناسق كأنه رجل من بني إسرائيل، ملابسه جميلة كالروم، والله جميل يحب الجمال. يعني راجل ما هوش تخين ولا هو رفيع، يعني سمين، عزيز الأصل، من ولد الحسن بن علي، له كاريزما وحضور وذو هيبة. وفي نبوءات بتقول اللي هو من نسل سيدنا الحسين، قوته بلسانه اللي هو العلم، وحجته تستطيع ببيانه، بيتكلم بالقرآن الكريم، وما أعظم عقله وسره في دهائه. يرى الدنيا شجرة يملكها جذرا وفرعا، جواد بالمال، شديد على العمال، حاربه الكثير من الأشرار، لكن سيفه بطار لا يعرف الهزيمة، فلا تهزم له راية، يسلطه الله على الفجار الأشرار، لا يخاف أحد ولا بأس ولا يبقى أحد إلا الله. خشوعه لله كخشوع النسر، هو قاهر الجبابرة، هو مجد الله، هو ابن الإنسان، هو قاهر الفقر بآخر الزمان. في بحث كان في أخ عمله، نشرناه من حوالي 3 سنين، بعنوان هل تشعر إنك المهدي المنتظر؟ لست وحدك. يعني مش أنت المهدي بس، في ناس كتير شايفين نفسهم. إذا كنت تعتقد إنك أنت المهدي المنتظر، فاعلم أنك لست وحدك أو الوحيد. عبر العصور في ناس كتير، آلاف الأشخاص وربما الملايين، شعروا بأنهم المختارون لهذه المهمة العظيمة. كل واحد منهم وجد أسباب جعلته مقتنعا، لكن مع مرور الوقت اكتشف الكثيرون إنهم كانوا مخطئين. فلماذا يحدث هذا الشعور وما أسبابه الحقيقية؟ ليه بيحصل اللي الناس بتشوف نفسها الإمام المهدي؟ وليه؟ وإيه الأسباب الحقيقية؟ لماذا يعتقد البعض إنهم المهدي؟ هناك عدة أسباب تجعل بعض الأشخاص يشعرون بأنه المهدي المنتظر، ومن أهمها التطابق مع الأحاديث النبوية. عندما يقرأ البعض الأحاديث النبوية التي تصف المهدي، يجدون أن بعض الصفات أو العلامات تتشابه مع حياتهم أو شخصيتهم. ربما يحملون اسما قريبا من الاسم المذكور، يعني واحد ليه اسم قريب، زي واحد بيقول لك اسمه محمد عبد الله، أو يعيشون ظروفا مشابهة لما ورد في النصوص، مما يولد لديهم إحساسا بأنهم قد يكونون هم المقصودين. الاضطرابات النفسية رقم 2. بعض الحالات النفسية مثل الفصام في الشخصية أو اضطرابات الهوية الوهمية تجعل الشخص يعتقد أنه مرسل لمهمة عظيمة. في كثير من الأحيان يعاني هؤلاء الأشخاص
من أوهام العظمة أو يسمعون أصوات تؤكد لهم ذلك، يعني هو يكون عنده مس. هذه الحالات معروفة في الطب النفسي، وكثير من الذين مروا بها كانوا مقتنعين تماما بأنهم المهدي، لكن بعد العلاج أدركوا أن ذلك كان مجرد وهم. رقم 3، السحر والتأثيرات الروحية. هناك من تعرضوا لأعمال سحرية أو تأثيرات غامضة جعلتهم يقتنعون أنهم المختارون. في بعض الحالات يشعر الشخص بتغيرات نفسية غير طبيعية، مثل سماع أصوات أو رؤية، أو يشوف رؤى متكررة تدفعه للاعتقاد بأنه المهدي. كيف تتعامل مع هذا الشعور؟ طبعا لما يجيلك شك جوه نفسك ده أمر طبيعي، لكن يجب أن تكون صريحا مع نفسك. هل لديك دليل حقيقي يدعم إحساسك، أم أن هناك عوامل نفسية أو روحية تؤثر عليك؟ عليك أن تفكر بعقلانية وتراجع نفسك بصدق، وتسأل هل هذا الشعور قائم على حقائق موضوعية أم مجرد تفسير شخصي؟ هل هناك عوامل نفسية أو ضغوط تؤثر علي؟ هل مررت بتجارب غريبة قد يكون لها تفسير آخر؟ طبعا ناس كتير بتشوف نفسها الإمام المهدي، بتشوف إن في تطابق الأحاديث النبوية الشريفة. واحد يكون اسمه محمد عبد الله، واحد أقنى الأنف. ناس كتير بتتواصل معانا ويقول لك أنا في صفات الإمام المهدي، أنا بشوف رؤى، وتبتدي تقول له بعت لي الرؤى اللي تخص الإمام المهدي. ودوت حصل الفترة اللي فاتت، تبص تلاقي بعت لك حوالي 30 أو 50 رؤية، وتبص على الرؤى معظم الرؤى كلها رؤى حديث نفس، وفي منها رؤى حقيقية. وتيجي تقول له طيب حاول ما تتابعش القنوات اللي بتتكلم عن الإمام المهدي أو تتابعنا، يجي يقول لك أنا ما بعرفش، أنا بحذف الإيميل واجي أعمل إيميل تاني وأبعد عن الموضوع. ولكن الشك دوت عامل لي وسواس ليل نهار، الموضوع بيكون غصب عني. طب انت تعمل ايه؟ لازم تبدأ من اول وجديد. انت عاوز ارض صلبة، عاوز ترجع لربنا، عاوز تصلي بانتظام، عاوز تصوم اثنين وخميس، عاوز تحفظ قرآن. لو انت بدأت من كده مش هتشوف نفسك الشخصية ديت. الشيخ محي الدين ابن عربي لما تحدث في نبوءاته عن الإمام المهدي، الراجل كان بيخاطب الإمام المهدي بيقول له اعلم أيها الفتى. حتى لو انت الإمام المهدي الحقيقي وبتتابعنا، أو شايف نفسك الإمام المهدي من الرؤى والنبوءات، أو شايف نفسك في القرآن الكريم، الحل الوحيد اللي انت تنتظر الفرج بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ابن عربي قال لك أوهنه أمد الانتظار وهو إلى الحوائط جار. يبقى الرسالة اللي أنا أقدر أفيدك بيها إن أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى، تشوف الصلاة بتاعتك أنت ملتزم بيها، تشوف أنت ليه بحافظ قرآن ولا مش حافظ، تشوف الصيام بتاعك، تراجع نفسك أول بأول. لو أنت بتعاني من حالة نفسية روح لدكتور، لو بتعاني من مرض روحي مس أو سحر ممكن تروح لحد معالج يعالجك. اللي عنده أي تفسير للكلام ده يكتبه لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.